حتى في المحلول شاركني. شايف شاركك. الحمد لله على سلامة أبو غسان. الله يسلمك. راح هو راح وما حكى. صباح مو حلو اليوم. أبو غسان تعب، جيت أنا وأحمد على المستشفى أساس نشوفه. تعبان كتير كان، والمشكلة إيش صار معنا؟ أحمد تعب، حطينا له محلول. إيش يا أحمد سلامتك؟ داخ أحمد فجأة. أحمد كيف أنت يا ماما؟ عن جد اليوم كتير سيء للأسف. جبناك يا عبد المعين تعين، لقينا لك بدك معين. والله يا أحمد مش عارفة إيش صار له، داخ فجأة مسكين وتعب وضغطه كان واطي. أبو غسان الحمد لله، الحمد لله على سلامته، الحمد لله على كل حال. يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. للأسف الظروف اللي بعيشها شعبنا ظروف صعبة جدا، مش قادر يتحمل الخوف، الوجع، اللي بفقد له حدا حبيب غالي عليه، أو الجوع، أو اللي إحنا بنعيش. يعني المستشفى كمان بدك تحط فلوس، وبتيجي كمان ما في مكان إلك تكوني فيه، ما في مكان إلك فيه، بدك تكوني قاعدة على كرسي أو مش عارفة إيش بده الواحد يعمل. يعني كل إشي عنا متعب صار بغزة. للأسف ما في إمكانيات بالمستشفى، يعني بالعافية وفروا هذا السرير لأبو غسان، وأحمد ما قدرنا نوفر له. ما في سرير بالمستشفى، يعني كلهم مليانين، وكل شوية يعني لازم إيده تضلها ثابتة. المحلول هذا بيوقف، أنا كل شوية بشوف له، يعني عندي خبرة شوية. هو أكيد يمكن تعب. حكاله الدكتور لأبو غسان يشرب مية، ما كان معنا إلا القزازة الصغيرة. راح أحمد مسكين في هذا الجو ومشي بدون مواصفات يجيب لوالده قزازة المية هاي. مشى يمكن غاب ساعة، والله حرام غاب ساعة بالشمس، لهيك هو داخل تعب. وتصور هاي ب20 شيكل صوروا. حسبي الله ونعم الوكيل على كل حدا ظالم ومفتري. هذا الوريد تغذية. واطي برضو صح؟ شو لا ضغطه. لا بحكي عن أحمد. واطي برضه، بس لا كويس هيك، بس بده ياكل هو. اشرب مية يا أحمد اشرب مية. هليت. اشرب مية وكل لك حاجة حلوة. تسلم وديك. شو واطي ضايق؟ كده قصدي كمان مرة. بصراحة هالموقف لا نحسد عليه. ذكرني وسوسن عمرها 2 ومحمد كان عمره 1. مرضت سوسن جبناها على المستشفى، بالليل جبنا أخوها محمد، التنين ناموا في نفس الغرفة، ونفس المشهد حسيته بتكرر مع أبو غسان وأحمد. للأسف عن جد إيش صار معه أحمد مش عارفة، والله لسه تعبان مسكين. ضغطه بفكر 60، بحكي لي يا ماما موصل 30. تصوروا إيش 30. والله إلي خاطر أعمل له تحاليل برضه، يمكن دمه كمان واطي. الدم خلاني لا هو أحسن هنيت، بس ضغطه وجف. ضغطه وطي فجأة. طب ليش بوطى الضغط؟ ايه؟ ليش؟ هذا زي ما بيقولوا صدمة. انت شفت اشي؟ شوك. لا شفنا شو هذا. طب ماشي، عاد مرة هذا انت كان قلبك رهيب زي ما بيقولوا. لا هو أحسن هي. حكيت لك تجيش معايا بدكش. فكر نص ساعة. شايف لقيناه بالدمى. هو كمان مش مفطر. زعل عليك. لا أنا مفطرناش عشان هيك. فكرنا ساعة ونروح.
أحمد شكله صح رحت أجيب له إشي يشربه، للأسف فش له المية. إيش يا أحمد؟ كيف صرت يا ماما؟ إن شاء الله أحسن. كيف إيدك؟ مش متعود أحمد على هالأمور، مسكين حاسس إنها تجع. كيف من ريحة الدم؟ ما هو كم دم على الأرض هنا وفيش منظفات ينصحوا. للأسف صح والله. ريحة الأوضة الزنقة. انكب دم على الأرض وفيش للأسف ولا معقمات ولا ديتول. حكيت لها جيبي كلور ديتول، أنا نفسي معدتي والله قلبت. فجأة أحمد داخ شكله من ريحة الدم أو هو من شوار المية ضغطه نزل فجأة. ماشي يا أبو غسان، سلامتك. تعبان؟ كيف صرت؟ الحمد لله على السلامة. لسه ضغطك واطي فكرة. الحمد لله على سلامتك. صحصحت؟ الحمد لله. انت شفت أحمد وهو جنبك؟ ونزلت عليه. شايف؟ حتى في المحلول شركني. شايف شركك. اجا معاك يشوف ايش مالك ويساعدك. ايش صار فيه مسكين؟ والله يسامح الجميع، الكل داير مش أكل. صحيح الواحد بيتعب لحاله. ضيفنا كثير. يلا ان شاء الله اخر مرة تكون تدخلوها بالمستشفى إن شاء الله. طبعا ابو غسان وبهاء ابن اختي لما عرفوا اجوا يشوفوا ابو غسان واحمد. الحمد لله على سلامة ابو غسان. الله يسلمك. هو راح وما حكى لنا، بس يعني احنا رحنا هو اساس 10 دقائق. اهم شيء انه ربنا سهل الامور مشت على خير وامورها الجديده بخير، وادعوا له وادعوا ان شاء الله بالشفاء العاجل. الحمد لله. هيك روحنا من المستشفى، ان شاء الله ما بنرجع لها مرة ثانية يا رب. وهيك وصلنا بالسلامة الحمد لله. والله الواحد صوته تعبان ومش قادر يحكي. يعني من الساعة 7:30 أنا طلعت أنا وأبو غسان وأحمد، إجينا الساعة 5 هلقيت. الحمد لله وصلنا بالسلامة، ولسه هاكلة الهم إنه إيش بدي أعملهم أكل. الحمد لله لقيت منظمة. هي جيهان بتضحك. إيش عاملة؟ عملنا مقلوبة. طبعا صورت لهم، أنا لسه ما كنتش عارفة. عاملة منظمة مقلوبة معهم وعملت يا جماعة لما عرفت إنه بابا مريض فعملنا شوربة كوسة. طبعا هو كان ابنها مريض شوية برضه التاني، ويعني عملت الشوربة شرب منها ابنها وبرضه بابا إن شاء الله هيشرب منها. بس حاليا والله ما بتقصر، هي بتكون أم رماس يا جماعة. حكيت لهم حاليا بابا دخل نام يعني تعبان شوية. وطبعا استوت المقلوبة بعد ما لفيناها. استنينا بابا وماما اجوا من المشفى وهلقيت رح ناكلها ان شاء الله. ناس اجت تشوف بابا تحكي له الحمد لله على سلامتك، لكن زي ما حكيت لكم بابا والله اجا نام وتعبان يعني جدا. طبعا ما حدش كان عارف، يعني انا ما كنتش عارفة حتى انه بابا تعبان. طلعوا هم بدري واحنا نايمين صراحة. يا رب ما حدش يشوفنا. حتى صحي رماس كنا عايشين طبيعي، كنا نعمل مقلوبة ونضحك ومبسوطين. بس تفاجأنا أنا منطشين بدون أنا صحيت ما لقيتهمش صراحة. يعني أنا حكيت هلقيت شام بتحكي خالته شيرين راحت تاكل تشرب برد وتاكل بوزة ما عادتنيش. واحنا والله حكينا زي هيك. الحمد لله إنه إجا بالسلامة يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي إجت على قدر هيك. الحمد لله على كل حال. والله يا جماعة كلنا في غزة تعبانين، ما بالكم يعني بابا معه مرض القلب وأي إشي بيتعبه صراحة، أي إشي بيتعبه. هاي ابن خالتي. هاي طبعا هاي يا جماعة المية جدا غالية أساسا. المية اللي بنشربها إحنا كيف طعمها؟ لا تصلح للشرب، وهي مرات بتكون طعمها زاكي بس إيش الله يعلمكم عن جد إيش جواها. طبعا ما بالكم الرجال الكبار بالعمر يعني لازم صحتهم يديروا بالهم على صحتهم يعني.
مش المهم ملوثة، يعني لا ومش مية نظيفة. ولا غذاء ولا يعني فيش إشي. هاي معقدة. احيانا بتكون والله كويسه واحيانا عن جد بنطقش إننا نشرب. مكرات الحمد بتكون زي لله. البلدية. طبعا احنا بهيك هننهي الفيديو، حابين نحكي لكم انه ما تنسوا تدعموا ريماس. محمد اخوكي مش عارف لسه، يعني ما ننهيش رنيت عليه الفيديو. جواله لا يمكن يوصل. لا عادي نهي مش مشكله. ماشي. ما تنسوا تدعموا ريماس. طبعا عملت قناة زي ما حكيت لكم من قبل، ريماس بنت غزة. انهي الفيديو يا ريماس يلا. وبس هيك كان الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. شو عجبهم؟ اكيد حيكونوا زعلانين على بابا يعني لانه الفيديو صراحة مش حلو يعني. ربنا يبعد عنا شر المرض. كثير كان كثير، انا يمكن تعبت اكثر منهم كمان. هم واحد على كرسي المهم وابو غسان على احنا السرير بدنا وأنا اللي كنت منكم واقفة. تدعوا لعمو ابو غسان الله يشفيه يا رب يا رب ويعافيه. يا رب. ويلي ما حط بأول فيديو لايك وشير سبسكرايب ويحط هالقيت. وبس هيك كان فيديو اليوم، وادعوا لعمو ابو غسان. يعطيكم العافية.